حينما يحقق العبد توحيد الربوبية بإسناد الأمر كله لله خلقا وأمرا وتقديرا، ويحقق توحيد الألوهية بالخضوع لله عز وجل وجعل كل الفعل قصدا اقتصاد، قصدا يقصد به وجه الله وحده دون سواه، فلن يكون آنئذ إلا من المقتصدين، ولن يكون إلا ذا اقتصاد وصاحب اعتدال ووسط، ويجد بعد ذلك راحته، يعيش مرتاح ما محنش. كثير من أهل المال والأعمال يعيشون ضنكا وشظفا أشد من عيشة الفقراء. سبحان الله العظيم، سمعنا ورأينا أصحاب أموال طائلة هائلة يقول لك الوقت خيبة، سبحان الله، والمال يجري من بين يديه يغرق في ماله ولا يزال يشكو، ديما يتشكى، سبحان الله. وكان أولى به أن يكون أول الشاكرين إذ كان أوسع الناس رزقا أو من أوسعهم رزقا، بسبب أن القناعة لم تحصل في القلب. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها يعيش على ما وجد، فقد لا تشتعل النار في بيت آل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر والشهرين ويعيشون على الأسودين الماء والدقل، يدوزوا شهر وشهرين تزيد أو تنقص ما طيبوش، شعلوش النار ما طيبوش، ماشي لأنهم بخلوا، لا ما كاينش ما طيبوش، شربوا الماء ويأكلوا التمر بخير. ثم إذا وجد اللحم كان يحب لحم الكتف ويستعذب له الماء، إذا لقى اللحم يأكل لحم الكتف من ألطف وألذ ما في الدابة، ويستعذب له الماء، يشرب عليه الماء ويشرب معه الماء، يجي يحلو الماء معه. وكان يأكل الثريد عليه الصلاة والسلام، ولكن أيضا يأكل الشعير، هذه قناعة. إذا وجد النعمة أخذها من باب الإذن تعبدا وشكرا لله الواحد القهار. وكان يحب أن يظهر نعمة الله عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب أن يرى آثر نعمته على عبده. فإن لم يجد وجد قناعة، إن لم يجد مالا وجد قناعة، هو ديما لاقي، ديما عنده. ماذا عنده قناعة في القلب وشكر عند النعمة عنده، ورضا عند الحاجة، قناعة، فهو عنده، ما عمره ما كان مخصوص عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي سماه أهل التربية بعد بمقام الغنى العالي، لأنه الغنى في جزء الأنواع. غنى الدنيا، فلان له مال غني، ولكن الغني من كان غنيا بالله، فسموه مقام الغنى العالي، لأنه ارتفع غناه ليتصل بخزائن رب السماوات والأرض، من يملك خزائن السماوات والأرض. يعني شيء عجيب يحصل يعني بهذا المعنى، لطيف جدا. صور كتلقى بعض الأحيان، هذا مثال بشري مادي غير باش نقربوا به الفم. واحد عنده رصيد في البنك ملاير محطوطين، ولكن واحد النهار كيتغدى بواحد الكسرة ديال الخبز ومرتاح مع راسه، يجد طمأنينته ليس بما يأكل، لا بما يوقن أنه عنده. يعني ديك الراحة اللي عنده الطمأنينة كيعرف بلي الفلوس مخزونين، إلا بغى يلقى. ولكن دابا الوقت جابت واحد طرف الخبز فهو يأكله ومرتاح، ديك اللحظة لا يجد قلقا. طيب الإنسان المؤمن، هذا مثال قلت أعمق في هذا المعنى، لأنك حينما لا تجد شيئا فكن على يقين إن كنت من الموقنين أن وراءك خزينة رب السماوات والأرض، إن كنت متعلقا باسم الله الرزاق، إن كنت متعلقا باسم الله الرزاق وبكل أسمائه الحسنى توحيدا وتفريدا، فخزائن الله عز وجل بين يديك تمدك بالسكينة والطمأنينة، هذاك الرصيد ديالك. فأنت عبد الغني، ومن كان عبدا للغني اتصل معنى الغنى بقلبه. أنت عبد للغني، فإن كنت عبده حقا، وإنما معنى العبودية الخدمة، هذا معنى العبودية، خاضع لله، أراضي بما حكم الله به عليه، تعبدا له، عبودية. اتصل معنى الغنى الذي هو صفته عز وجل واسمه من اسمائه الحسنى الغني، اتصل هذا المعنى بقلبك فوجدت راحة تماما، كراحة الذي يرى ما له لا حد له، ولكنه طبعا ليس في حاجة إلى كل ذلك المال، يأخذ منه ما يسد به رمقه. كل هذا تأخذه من هذا المعنى الاقتصاد، فهو يهذب ويشذب ويربي وينمي، يزيل عنك النقائص
نقائص البخل والسرف والمخيلة، في لما طلعت شي خصلة من الخصال الشيطانية يشذبها، يضربها بحال المقص يقطعها، ثم ينمي فيك خصال الخير فتكون أكثر ارتباطا بالله وأكثر محبة لله وأكثر سيرا وسعيا للاتصاف بصفات الخير والجمال المتدفقة من أنوار أسماء الله الحسنى رحمة ورزقا وسكينة. قلت قبل العقيدة منبع للاقتصاد، ومسار ذلك تطبيقا وعملا أن تتعرف على الله عز وجل من خلال صفاته العلى وأسمائه الحسنى. يجب أن تتعرف على معاني الأسماء الحسنى والصفات الربانية العليا. التعرف ليس بالمعنى الذهني فقط، لا، ليس يكفي، وإنما التعرف بالمعنى الوجداني الذوقي، أن تتعرف على ذلك، أن تتذوقه وتجد تجربته في قلبك وفي نفسك. حينما تقترب من الله حقا وصدقا وتتوكل عليه رزقا من حيث هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه جل وعلا، وتشاهد ذلك في حياتك كيف يرزقك وكيف تنسد جميع الأبواب بين يديك فينفتح باب لا تدري ولم تكن تدري ولم تكن تعد له حسابا، يأتيك منه رزقك الذي يكفيك لحاجتك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تشاهد ذلك عيانا مشاهدة وتجده تجربة، تكون آنئذ قد عرفت الله من حيث هو الرزاق، تعرفه، تتعرف إلى الله سبحانه وتعالى كما في الحديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهذا باب من أبواب المعرفة بالله. نحن اليوم في حاجة أكثر إلى التعرف على ربنا الذي خلقنا. نحن نجهل كثيرا مما يتعلق بعقيدتنا التي هي عقيدة الوسط والاعتدال والاقتصاد، عقيدة الوسط والاعتدال والاقتصاد. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عجيب رواه أحمد وأبو داود، له صيغة حسنة وله صيغة صحيحة، وكلاهما أخرجهما السيوطي في الجامع الصغير وصححهما الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن التؤدة، وفي لفظ التؤدة، مرة بالتشديد ديال إنا ومرة بغير إنا، التؤدة. والتؤدة هي الاتزان والتمهل والتأني، قللت الزربة، ما تزربش غير بشوية، تأني من الرحمن. تؤدة، التؤدة والهدي الصالح، الهدي الصالح، السلوك الصالح، التصرف الصالح، والسمت الصالح. إن التؤدة والهدي الصالحة والسمت الصالح. السمت هي الصفة الظاهرة لك أو منك إلى الناس. تشوف واحد تقول سمته حسن، سمته حسن يعني المظهر دياله، ماشي حوايجه، لا، يعني ما يقع بقلبك من مظهره النفسي. ما معنى هذا الكلام؟ ماشي يعني وجهه واش مقد ولا مخسر، إطلاقا ليس هذا، ولكن بحال ذاك النوع اللي كنشوفوه كتقول سبحان الله غير شفتو دخل لي في خاطري. هذا هو المقصود بالسمت، يعني فيه بشر، فيه إلف، كتولف بسرعة. والمؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. فراه شحال من واحد فيه المنظر يعني الجمال الظاهر لكنه ممجوج، سبحان الله ما مقبولش، لأنه ليس له سمت حسن. ففرقوا بين السمت الحسن والشكل الحسن. السمت هو ما يفيض من النفس على الوجه، ذاك الزين ديال القلب كيفيض على الوجه، هذا هو السمت الحسن. يكون بصلاح الإنسان وبتقواه وبورعه وبصدق نيته وإخلاصه. التؤدة والهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة، يعني صفة من صفات النبوة. 1 على 25 جزء من النبوة. إذا شديت النبوة وقسمتها على 25، واحد من هادوك راه فهادو، إذا خديت هادو فأنت إذن فيك 1 على 25 من النبوة، كما قال في الرؤيا الصالحة: جزء من 46 من النبوة. 1 في الرؤيا الصالحة، تشوف شي منامة ديال الخير يراها العبد الصالح أو ترى له، 1 على 26. الآن زدت درجة بالخلق الحسن، تصبح فيك جزئية نبوية، خلق رباني نبوي
بسبب تخلقك، لأن الخلق العام يجمع كل هذا. ولا يكون السمت الحسن الصالح إلا من مقتصد.